يا مساء الفل والهنا عليكم. النهارده انا طالعه اتكلم في موضوع انا بحبش الترندات عموما، لكن هو موضوع استفزني. تمام. طبعا كلكم سمعتوا عن الراجل اللي طلق مراته في دمياط في يوم فرح بنته في القاعه، وبنته لابسه فستان الفرح الابيض مع عريسها، والاستاذ طالع ماسك مايك وبيقول الف مبروك للعروسه والعريس. وأما عن مامتها فهي طالق بالتلاتة وتروح من هنا على بيت أهلها. الأستاذ اللي طالع عمل، هو اللي ابتدى على فكرة ودخل الناس كلها تتفرج على طلاقه لمراته بالطريقة دي. ما يلومش حد ان احنا طالعين نتكلم النهاردة. انا طالعة اتكلم عن حاجتين، حاجة للراجل وحاجة للست. اولا الاخ اللي هو فاكر نفسه راجل، هو مش راجل، ده مجرد ذكر ما يعرفش حاجة عن الرجولة، ما يعرفش ان الرجولة قوامة، ما يعرفش ان الرجولة يعني اخلاق، ما يعرفش ان الراجل هو رب الاسرة ورب السفينة. والله ربنا قال يا نتجمع مع بعض بمودة ورحمة، يا ننفصل بالمعروف. بالمعروف مش بالفضايح، مش بالفضايح. النهاردة انت بنتك دي اللي كسرتها، بكرة هيجي جوزها يقول لها ها ولا اعمل فيكي زي ما باباكي عمل في مامتك. انت ما فكرتش غير في نفسك حضرتك. الست دي بعد ما قعدت كده ادور واسمع كتير عنها، لقيت ان هي اللي اوريدي كانت بتصرف على الولاد، وهي اللي كانت قاعده لغايه ما بنتها تتجوز وبعدين هتمشي. كان هيضرك ايه لو انت كنت قلت لها بعد الفرح لو سمحتي خلاص ارجعي بيت اهلك؟ الا انك مع كامل احترامي مش عايزه اقول انا ما بحبش اغلط، ولكن عندك رجوله منتقصه. اللي صنفك كراجل الحقيقه هو صنفك شكلا، اما موضوعا انت لا تمت للرجوله بصله، انت ما تربيتش عليها اصلا. مش هي دي الرجوله، ولا انت قدوه لاولادك، ولا انت قدوه لاي راجل. اما الجزء التاني اللي طالع اتكلم فيه عن الست النهارده، واحنا بنقول قوانين الاحوال الشخصيه، الست اللي قاعده تصرف على الولاد دول وتجوز بنتها وتمضي وصولات وشيكات، لما النهارده تتطلق بالمنظر ده بالكسره دي ليها ولولادها، وتروح على لا ليها اب ولا ام، وتروح على بيت اختها. يعني فين بقى قوانين الحقوق الشخصيه اللي احنا عمالين نتكلم فيها؟ فين بقى الست بعد طول عمرها اللي هي قاعده عمرها كله راح مع راجل لا يحسب انه راجل، وفجاه اقول لها والله بره انتي في الشارع؟ يعني محتاجين نحط قانون على فكرة. على الأقل المسكن، الست ما تجيش وهي عندها 50 و60 و70 سنة تطرد في الشارع، تروح فين دي؟ يعني محتاجين نعمل قانون على الأقل إن يا إما شقة الزوجية تبقى بالنصف بعد العمر الطويل ده، يا إما نشوف أي صيغة تانية على مدار الزواج يبقى فيه كل سنة مبلغ ما، عشان الست دي يوم ما تترمي في الشارع يبقى على الأقل عندها فلوس تقدر تأجر بيها شقة تانية. تمام. يعني الحقيقة الموقف ده كان مستفز جدا بالنسبة لي، وعشان كده النهاردة طلعت اتكلمت. وأنا زي ما قلت أنا ما بحبش ترندات، وما بحبش الموضوع اللي هو يبقى الناس كلها بتتكلم فيه، بس الموضوع ده حقيقي محتاجين نتكلم فيه لأنه مشهد صادم صادم، ومحتاجين نفوق، ومحتاجين كل أب عنده بنت يتخيل ان يعني لا قدر الله اللي اتعمل فيها كده دي بنته، وهو نفسه هيقبل ده على بنته، وكسرة بنته دي يعني انا مش لاقي له حل، لا كسرة بنته ولا كسرة ولاده الولاد. ومش قادرة اقول غير يعني للأسف الرجالة في رجالة ورجالة محترمة كتير، لكن انت لا تحسب عليهم، وانت مش راجل، وانت اللي خلتنا نطلع نوصفك الوصف ده. انت لو كنت قاصد تهينها وتكسرها، انت اهنت نفسك وكسرت نفسك، وخلتنا كلنا نشاور عليك كده ونقول يلي مش راجل. وانا اعني الكلمة دي حرفيا، لان انت او غيرك عارفين يعني ايه راجل. راجل يعني سر بيته
وسر اسرته مهما كان في مشاكل المفروض انه ما يطلعش بره. ولما حضرتك او اتقال ان هي متطلقه من سنتين بس قاعده عشان تربي العيال وحضرتك متجوز غيرها، يبقى يعني الست سابتك وما عملتش مشاكل، كان من باب اولى تتقي الله فيها ولا تنسوا الفضل بينكم. واسفه ان انا منفعله في الفيديو ده، بس حقيقي هو فيديو مستفز جدا بالنسبه لي، وعشان كده انا طلعت اتكلمت فيه. وشكرا انكم سمعتوني، واتمنى ان يعني المشاهد الصادمه دي ما تتكررش في حياتنا. واتمنى اتمنى اتمنى الاسره بتقوم على الاخلاق والموده والرحمه، ما بتقومش على الفضايح، ما بتقومش على الفضايح. وشكرا ليكم.